كيفاش ممكن يفكر وليد الركراكي في الماتش ديال اليوم من بعد ما شفنا الماتش الاول ضد جزر القمر، وبالضبط من مور ما سجلنا الهدف الاول والتغييرات اللي دار وليد الركراكي بالضغط على الخصم واللي قدرنا نجيبو به الهدف الثاني. منتخب مالي مختلف تماما على منتخب جزر القمر، فريق هجومي كيعتمد على البناء من الخلف، وهنا كيبقاو جوج احتمالات ممكن يفكر فيهم وليد الركراكي في الماتش دي. الحاله الاولى وهو يحتفظ بنفس التشكيله اللي يدخل بها في المقابله الاولى مع الاحتفاظ برحيمي كلاعب اساسي باش يعطيه الثقه اكثر. التغيير الوحيد اللي غيطرا هو ادخال جواد اليميق مكان رومان سايس المصاب. اما بالنسبه للحاله الثانيه فممكن السي وليد الركراكي يفكر بطريقه هجوميه ويغير من التشكيله ويدخل ب4 2 3 1. ممكن انه يفكر يربح وسط الميدان بادخال نايل العناوي وامرابط، وناحيو الزلزولي على اليمين ودياز على اليسار ورحيمي مهاجم صريح. الماتش ديال اليوم غنشوفوا فيه اهداف وغنشوفوا نتيجه كبيره للمنتخب الوطني، وان شاء الله المهم هو 3 النقاط، والتوقع ديالي 3-0 للمنتخب الوطني. وانتم كيفاش كتشوفوا التشكيله ديال المنتخب الوطني اللي تقدر تبدا في الماتش ديال اليوم؟